ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عالم الاسماك يا جماعه عالم مليان اشكال والوان، يعني لو قعدنا طول حياتنا ندرس في عالم البحار او الاسماك عموما هنعيش طول حياتنا ندرس فيه. عالم البحار في منه انواع كتيره جدا واسماك كتيره جدا، في منها الذكور وفي منها الاناث وفي منها المخنث، وفي منها الاسماك اللي بتبيض وفي منها الاسماك اللي بتولد. وانا معايا نوع النهارده يعني ايه هو ده الموسم بتاعه، والسمكتين اللي معايا دول سمكتين ذكر ونتايه. وطبعا عشان افرق لكم ما بين الذكر والنتايه هشرح لكم بالتفصيل، وهقول لكم كمان ان السمكه اللي معايا دي بتولد مش بتبيض، بتولد لانها بيكون في جواها عيال من نفس الفصيله موجودين في كيس وبتولد. اما الاسماك اللي بتبيض فالاسماك اللي بتبيض اللي هي زي البوري وزي القاروص وزي اللوت، دي اسماك بتكون جواها بيض، ولما يجي وقت التكاثر بتاعها بتبخ البيض بتاعها من بقها، بيطلع بقى اسماك كتيره جدا، يعني ممكن البيضه تطلع منها 1000 سمكه. لكن السمك اللي معايا ده اسمها سمكه الشبين او مسمار الظهر عندنا في بورسعيد. السمكه دي مفيده جدا للغضاريف لان اساسا هي متكونه من غضاريف، لحمها ابيض وجميل جدا، وبتولد وعيالها بيكونوا جواها بيجي وقت مع التكاثر بتاعها وبتولد. فانا النهارده جاي بقى افرق لكم ما بين هنعرف ازاي الذكر من النتايه. وطبعا الذكر في اللحم بتكون احلى بكتير من النتايه. فالنهارده جاي اشرح لكم ازاي نفرق ما بين سمكه الشبين اللي هي السمكه الضاحكه، وان انا اساسا بحبها جدا لانها بتضحك، بحسها ان هي شبه الانسان، وهي حتى كمان بتولد زي الانسان بالظبط. بصوا يا جماعه بقها، السمكه حلوه قوي، تحس كده ان هي شبه الانسان، جميله. السمك اللي معايا دي نتايه. طب نفرق ازاي ما بين النتايه وما بين الذكر اللذيذ اللي معايا دون؟ بصوا يا جماعه الفرق ما بين الذكر والنتايه ان شايفين النتايه ما فيهاش حاجه اهي، اما الذكور شايفين سبحان الله. دي الفرق اللي بتفرق ما بين النتايه والذكور، الاثنين دول. لكن النتايه ما فيهاش حاجه. طب انا ليه بقول لكم كده؟ بقول لكم عشان لما تيجي تختاري السمكه تختاريها الذكور، لان الذكور لحمها بيكون احلى من النتايه اللي بتولد. بصوا شايفين ده الفرق ما بينهم. طب ايه الفرق الثاني؟ الفرق الثاني ان البطن بتاعت الذكور كنزه صغننه، شايفين صغننه ازاي؟ اما البطن بتاعت النتايه بتكون تخينه، وكمان لحمها من هنا بيكون غليظ عشان العيال بتوعها بيكونوا جواها او البيض بتاعها بيكون جوه. الفرق اهو، ده الفرق اهو، الفرق. والبطن برضو فرق، شايفين البطن النتايه عامله ازاي؟ تعالوا بقى نفتح النتايه ونشوف البيض بتاعها اللي بيتكون عيال عشان تولده. الفخه دي سمكه النتايه، تمام؟ هي بتتسلح كده اهوت، والقشر دوت بنطلعه. شايفين لحمها من جوه ابيض ازاي؟ دي مليانه غضاريف حلوه جدا اهو، شايفين ما شاء الله اهو، شايفين لحمها. دي النتايه اهي يا جماعه، عشان لما نفتحها هنشوف البيض بتاعها وهوريكم لكم اللي بيتحول لاولاد، وبعد كده هي ايه بتولد. لازم نعمل الاربع تشريحات دول اهو. نفتح بطنها اهوت عشان نشوف البيض بتاعها اللي بيتكون، بيبقى اطفال، وبعد كده هي ايه بتولد. بصوا شايفين، بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين ده بيض اهو، شايفين البيض ده بيكون فيه بقى ايه جواه مقات الايه السمك اللي بتتكون سمك، زي ما هوريكم دلوقتي السمكه بتبقى عامله ازاي لاطفالها اهو. ده البيض بتاعها اهو، دي انثى. تعالوا نفرقع واحده كده واوريكم ان ايه دي بقى بيبقى فيها مقات الاسماك اهي، ودي بطنها من جوه اهي. دي بقى بيتكون منها اطفال كتيره زي ما هو اديكم الاطفال دلوقتي. يا حامل يا جماعه، بصوا شايفين العيال ما بيبقوا في كيس؟ في كيس، سبحان الله. شايفين الكيس؟ لا طلع كيس، طلع كيس كده، طلع كيس كله
ايوه. طلع لك كيس كده. ده الكيس اهو. يا سبحان الله، ده في كيس. كيس، لا هقول والده 3. كيس اهو. ده الكيس الحمل بتاعها. تعالوا بقى كده ايه، تعالوا بقى كده ننضف يلا الضفر اهو. هقول لكم الضفر ده اهو عشان الحته دي اهي، واما تقلب لبطنها اوريكم برده ان هي ايه اهي. اهي بصوا اهي. ده الفرق ما بينهم الاثنين اللي ايه. ونفتح بطنها واوريكم بطن الذكور اللي هي مفتوحه اهي. دي بطنها اهي. وادي بطن الذكور اهي اهي، ما فيهاش بيض ولا اي حاجه اهي. على عكس ايه الاناث او الانثى، هي ما فيهاش ايه، ما فيهاش بيض. دي بطنها اهي، شوف بطنها نضيفه ازاي اهو، ما فيهاش اي حاجه. دي الذكور. السلخ برضو